احنا الآن في الحرم النبوي ونشوف الكرم حق أهل المدينة اللي امتد مئات السنين. على طول كل اثنين وخميس، كل اثنين وأيام وخميس البيض وأيام البيض. أيوة. مين مسؤول عنها السفر هذه؟ أهل الخير. إيش بتسوي أنت؟ أشتغل وأوزع أصفر حتى السفرة. أيوة. وأوزع الأكل عليها عشان بعدين نجيب ناس عشان يجلسوا عليها. شيء جميل يجسد ثقافة موجودة ومنتشرة في المدينة وفي أهلها. من متى بتسوي الموضوع ده؟ والله الحمد لله له يمكن 25 سنة. لها سنين عمر آبائنا وآبائنا. كم عمر هالسفرة؟ أكثر من 20 سنة. ما شاء الله. الله أحسن. قل لي. 40 سنة 35 سنة. الله يزيدك. أبوي 70 كمان سنة أبوي الله يرحمه، وجدي كمان الله يرحمه. ما شاء الله. يمكن ولا 100 سنة. من يوم أنا قصان عمري 75. من يوم أنا أجيب معايا التمرة وأجيب الشريكة، لو الشريكة بتاعك معايا لازم يجي، شايف كيف؟ ويتلموا هنا. كانت أيامها دواري، ما في مويه، ما في ثلاجات، دورك صغير كذا بخر وكل مجموعه تبخر المويه. أيوه. طبعا موضوع السفر والكرم المديني هذا له جذور من فكره المؤاخاه بين المهاجرين والانصار اللي من 1440 سنه تجده الى اليوم متجسد في فكره سفر الافطار. شوفوا الامتداد ما شاء الله كله، ما شاء الله تبارك الله. أنا كنت محسب صراحة إنه أي أحد يبغى يحط سفرة يحط سفرة، فطلع لا، في تنظيم، لازم تاخذ تصريح بطاقة خدمة إفطار لأيام الاثنين والخميس، رقم البطاقة كذا، رقم الخدمة، باب الدخول كمان لازم يحدد لك باب الدخول، يعني ما تدخل من أي مكان. بعدين عدد الصائمين كمان، يعني يفطر كم صائم، في عنده عدد محدد، تاريخ الصلاحية سنة، مدة يتجدد كل سنة الظاهر، والتصريح بيحدد لك بالضبط إيش ممكن تدخل، كم تمرة تقدر تدخل، كم شريك، كم قهوة، كم شاهي. الله أكبر، الله أكبر. بعدين الأكل لا يرمى. لاحظت كمان التمر الباقي، الشريك كله بيتحط في أكياس وبعدين توزع على الناس، فما في هدر للأكل، وهذا شيء مرة جميل. شوفوا دحين كيف حيصير تنظيف وترتيب الموضوع خلال دقائق قبل الإقامة. كلنا نعرف المغرب بين الأذان والإقامة الوقت أصلا ضيق يعني. وبعدين الأكياس فورا العمال عندهم نظام يروحوا يحطوها في الممرات في عربات كبيرة، وبعدين تخرج خارج الحرم دقيقتين بالكثير كله خلص. 5300 سفرة في المسجد النبوي، الوجبات يوميا 122 ألف وجبة، في الشهر 3,600,000 وجبة. الحرم النبوي والحرم المكي من أكبر عمليات الإطعام في العالم.